عمرك وقفت في نص اليوم وبصيتي حوالين البيت وقلت لنفسك أنا خلاص زهقت؟ كل يوم هو نفس المواعين اللي مش بتخلص، نفس الغسيل، نفس الطلبات. بتحسي إنك بتلفي في دايرة مش بتخلص، مفيش راحة ولا في وقت لنفسك، وكل اللي حواليكي حاسين إن ده الطبيعي. بس يا ترى هو ده الطبيعي فعلا؟ هل الطبيعي إن بيتك اللي المفروض يكون أمانك يبقى مصدر تعبك؟ عايزة أقولك إن أنا مؤمنة إن كل بيت يقدر يكون جنة صغيرة لو إحنا عرفنا إزاي نحبه صح. ومش معنى كده إننا مش بس بننضفه أو نرتبه، لأ إحنا لازم نحبه، لأن البيت مش مجرد حيطان وسقف. البيت طاقة وإحساس ودفى وحضن بيطبطب عليكي بعد يوم طويل. لأن لما تكوني تعبانة ومضغوطة وموجوعة أو حاسة إنك مش قادرة، كل ده بيتسرب لجوه البيت. عشان كده عملنا الفيديو ده، ومش هيكون عن التنظيف ولا الديكور ولا النظام، ده هيكون عن العلاقة بينك وبين المكان اللي بتعيشي فيه. وهقولك ازاي تخليه مصدر طاقة مش استنزاف خالص، وازاي تسخري جوزك وأولادك وبيتك نفسه عشان يخدموا سعادتك مش العكس. وازاي تلاقي راحة بال حقيقية جوه بيتك مش بعيد عنه، عشان انت تستحقي تعيشي حياة مرتاحة وسعيدة، مش بعد ما ولادك يكبروا أو بعد ما تخلصي شغل البيت، لأ دلوقتي ودلوقتي حالا. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونحط لايك ونعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفقرة الأولى، حبي بيتك. طب يعني ايه تحبي بيتك بجد؟ وعايزة أقولك إن حب البيت مش بيجي فجأة، ولا هو إحساس مثالي طول الوقت، لكن هو قرار إنك تبص للمكان بعين الشكر والامتنان مش بعين النقد. وعايزاكي تعرفي إن البيت اللي بنحبه هو اللي بنحس فيه إننا على طبيعتنا، مكان بنخلع فيه كل الأقنعة، مكان بتخلي شعرك فيه على طبيعته، مكان بتمشي فيه بكل حرية وراحة، مكان بتشم فيه ريحة أكلة انتي بتحبيها، مكان بتضحكي فيه من كل قلبك وبتنامي وتصحي فيه على راحتك. بس قبل ما تحبي بيتك لازم توقفي وتراجعي نظرتك ليه، لأن لو شايفة بيتك مصدر شغل وشقة هتتعاملي معاه بطاقة الرفض، لكن لو شايفة إن بيتك مساحتك الخاصة وكنز الراحة الحقيقية هتتعاملي معاه بكل حب. وعايزاكي تفهمي إن الفرق ده بيغير كل حاجة. عايزاكي تبدأي بخطوات بسيطة تحبي فيها بيتك. علقي صورة حلوة فيها لحظات حلوة مش لحظات مثالية. اشتري حاجة جديدة بتفرحك حتى لو صغيرة. جددي ترتيب الركن اللي بتقعدي فيه، لأن البيت بيحس، أيوة بيحس لما تلمسيه بحب. لما بتبقي راضية البيت بيبقى راضي معاكي. تاني فقرة معانا، سخري أولادك وجوزك وبيتك لسعادتك. في ستات كتير مننا فاكرة إن الأم الكويسة هي اللي تعمل كل حاجة لوحدها، لكن الحقيقة إن الست الحكيمة هي اللي تعلم كل اللي حواليها إنه يساعدوها، مش عشان هي كسولة، لأ خالص، ده عشان هي فاهمة إن السعادة مسؤولية مشتركة. خلي أولادك يشاركوا في البيت مش بس عشان يريحوكي، لكن كمان عشان يتعلموا معنى المشاركة ويعرفوا بعد كده يشيلوا المسؤولية. وخلي جوزك كمان له دور حقيقي حتى لو بسيط، ولو هو وقته يسمح ممكن مثلا يهتم بوجبتك المفضلة أو يساعدك في ترتيب حاجة صغيرة. واعرفي إن طاقتك النفسية مش رفاهية، دي عمود البيت. لما تكوني منهارة كل حاجة بتقع، فلما تراجعي نفسك دي أولوية مش أنانية. انتي كده ذكية بتعمري البيت من جواه مش من بره بس. عايزاكي تعملي نظام بسيط يخلي كل واحد في البيت له دور. اعملي جدول يومي أو أسبوعي، اعملي مكافآت لكل واحد يعمل حاجة كويسة في البيت.
وحافظي دايما على الكلام التشجيعي، ما تخليش كل طريقة كلامك تبقى أوامر. عايزاكي تفتكري إن البيت اللي فيه شكر وضحك وهدوء بيخدم صاحبه، والبيت اللي فيه توتر بيستنزف صاحبه. اختاري تكوني قائد السلام مش ضحية الضغط. تالت فقرة معانا، طاقة البيت وتأثيره عليكي. عايزاكي تعرفي إن البيت ليه روح، في ناس بتحسها من أول خطوة فيه. في بيوت أول ما بتدخليها تحسي بخنقة، وبيوت تانية تحسي بالراحة والهدوء والسلام. عايزة أقولك الفرق بين الاتنين مش العفش والفرش الغالي، الفرق بينهم بيبقى في الطاقة بتاعة البيت. جربي كل يوم الصبح أول ما تصحي، افتحي الشبابيك، دخلي شمس وهوا جديد. الهوا بيجدد الطاقة، والشمس بتملى المكان بركة. شيلي الحاجات اللي ملهاش لازمة لأنها بتخزن تعبك. كل حاجة مش بتستخدميها بتسحب من طاقتك حتى لو مش واخدة بالك. اعملي إعادة تنظيف بإحساس مش بواجب. وانتي بتمسحي الأرض قولي في نفسك أنا بمسح تعب امبارح وبدخل راحة جديدة. حطي بخور أو أي معطر بتحبيه، شغلي قرآن، حسسي البيت بحبك. خلي بيتك يشم ريحة رضاكي مش ريحة تعبك. كل زاوية في البيت فيها أثر من طاقتك، وخليها طاقة خير وطاقة نور معاكي. رابع فقرة معانا، حب البيت بيبدأ من حبك لنفسك. ما ينفعش تحبي المكان اللي انت فيه وانت أصلا مش بتحبي نفسك، لأن نظرتك لنفسك هي اللي بتنعكس على كل حاجة حواليكي. لما بتبقي شايفة نفسك مستنزفة، البيت هيبقى عبء مهما كان فخم. ابدأي إنك تهتمي بنفسك كل يوم حتى لو بدقايق بسيطة. خدي حمامك بهدوء مش باستعجال خالص. اشربي الشاي بتاعك على مزاجك. قولي لنفسك كل يوم أنا أستحق الراحة، أنا أستحق الحب، أنا أستحق وقتي. عايزاكي تعرفي إن حب النفس مش أنانية، حب النفس ده مسؤولية. عشان اللي مش بيحب نفسه بيصب تعب على كل اللي حواليه من غير ما يقصد ولا يحس. خامس فقرة معانا، خطوات عملية تخليك تحبي بيتك أكتر. اختاري ركن بسيط تكوني بترتاحي فيه، وحطي فيه حاجة انتي بتحبيها زي مثلا مصحف، وردة، صورة، شمعة. خلي الركن ده ملجأك كل ما تتعبي. جددي طاقة المكان، غيري ترتيب العفش، غيري الستاير، نظمي دولابك. أي حركة حتى لو صغيرة من دول بتدي إحساس بالتجديد. وطبعا القرآن وقت التنظيف بيدي إحساس جميل جدا، وبيريح الأعصاب، وبيدي مزيج حلو كده من الهدوء. وريحة البيت، ولعي بخور، ولعي شمع ريحته حلوة، حطي معطر خفيف الريحة، لأن الريحة بتأثر على نفسيتك من غير ما تحسي. الشكر اليومي كل يوم قبل النوم، قولي الحمد لله على بيتي، على الدفا، على السقف، على ضحكة أولادي. الشكر بيولد حب، والحب بيولد راحة. وفي النهاية عايزة أقولك إن بيتك هو مرايتك. لو قلبك هادي البيت هيكون هادي، لو روحك فيها رضا بيبقى البيت جنة صغيرة. مش لازم البيت يكون كامل ولا مرتب 24 ساعة، كفاية يكون مليان حب ودفى وضحك. لما ترجعي البيت ادخليه بابتسامة مش بوش متضايق. سمي الله وقولي اللهم اجعل هذا البيت سكنا لي ولأهلي. ابدأي من النهاردة بخطوة صغيرة، وكل يوم زودي لمسة حب، لمسة شكر، لمسة سلام. وبمرور الوقت هتلاقي نفسك بتقولي من قلبك أنا فعلا بحب بيتي وبقيت مرتاحة فيه. إن الراحة البسيطة مش في البيت اللي بيخلينا مرتاحين، إحنا اللي بنخلق الراحة جواه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما ننساش بقى نصلي على النبي في التعليقات، ونعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.